في هذا الفيديو سوف نتعرف على حساب كاش فلوس مع تقديم العديد من الشروحات الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه الإخوان على كاش بليس، الحساب ديال كاش بليس. في السنوات الأخيرة ظهرت هاد الكاش بليس هادي كبديل لعدة وكالات اللي كيعانيو من المشاكل. كانوا بزاف ديال الوكالات في البداية، ولكن في هاد السنين الأخيرة ظهرت هاد الكاش بليس هادي، ولات هي الوجهة ديال الشباب، خصوصا الإخوان اللي باغيين يفتحوا حساب بنكي وباغيين يحصلوا على كارت كيشي بسهولة. علاش؟ لأن هاد الكاش بليس هادي عندهم أرخص حساب اللي ما كيقتطعوا عليك والو من الحساب ديالك. عندهم 0 درهم في الاقتطاعات. غادي يقتطعوا عليك هما فقط ملي كتسحب الفلوس اولا كدير شي عملية، ولكن الا ما تيريتيش الفلوس ما كيقطعوا عليك والو. ماشي بحال بريد بانك اللي كيقتطعوا عليك من الحساب، خصوصا الحساب العادي اللي هو الحساب ديال الشيك. دائما كيقتطعوا عليك 55 درهم في شهرين ولا مع 3 شهور. ضروري غتلقى الحساب ديالك كيسحبوا لك منه 55 درهم عند البريد بانك، ربما حتى الابناك الاخرين. صراحه هاد الكاش بليس عجباني بهذا الحساب اللي دايره، اللي ما كيقتطعوا عليك والو من الرصيد ديالك. الفلوس اللي حطيتيهم كيبقاو تما، ما كياخذوا لك منهم والو. هاد الحساب ديال كاش بليس كيتعتبر من احسن الحسابات، خصوصا للدراوش والناس اللي ما باغينش يتقطع عليهم من الرصيد. ولكن هذا الحساب هذا ماشي حساب افونسي، يعني ماشي شي حساب متقدم غادي دير به اي حاجه. غدير به شي حوايج محدودين، مثلا غادي تقدر تحول الفلوس، غادي مثلا تسحب الفلوس من كارت كيشي، غادي دير مثلا شي فيغمون، مثلا غدير شي تحويل بنكي وطني. حتى هاد القضيه زادوها في هاد الايامات الاخيره. سولت هذيك الموظفه اللي كتكون في الوكاله حتى هي قالت لي ودي راه ولا عندهم الريب هو رقم الحساب اللي كتعطيه لشي واحد الا غيدير لك شي فيرمون. مثلا غادي يحول لك الفلوس من البنكه ديالو البنكه ديالك، مثلا هو عنده البنك الشعبي اولا عنده السياش اولا عنده التجاري، غادي يعطيه الريب ديالك ديال كاش بليس وغيحول لك الفلوس وغيوليو في الحساب ديالك. زادوها الكاش بليس بالاضافه الامتيازات الاخرين اللي قلت لكم هي زيرو اقتطاع. هذا الشيء اللي كاين في هذه القصه ديال كاش بليس. برافو عليكم الاخوان، ما تنساوش ديروا لايك.